بسلم عليك من على بعض. يا صباح الفل، عامل ايه؟ صباح القشطه. جايين مش هسجل بصوت. هم ايوه مش كده، خليك انت تتكلم مع الحاج مع نفسك. صباح الفل عليك. يعني كلهم معظمهم حريم يا بنتي. لازم تصبح علينا، لازم تصبح علينا يا ست نصبح عليهم عادي، زي الست وبعدين خضرا شعرها في الوقت. سامعاها عمال بتضحك. صباحك قشطه عمّا. نهارك فل يعني. كده عايز تعملي بقى ايه؟ خلاص كده يا بابا بقى. خد يا احمد، خد شنطه من سوا. خلي يا بنتي. خد يا عم احمد. خد شنطه وانا اجيب لك كرتون. طبعا ما حدش فاهم دي صح؟ اكيد يعني. اكيد نقول في الكومنتات قبل ما اكيد اقول قبل ما اقول. اكيد. ماشي ماشي؟ يكتبوا بالكومنتات لان انا مش فاهم هي اساسا. ماشي؟ لا بصوا يا جماعه، دي بتتقفل في بعضيها. في هنا 3 سنون اهم او 4 سنون بيركبوا هنا في ال4 سنون دول. تمام. بتتعلق بتبقى بيضاويه كده. تمام؟ دي اللي هي بتحط فيها الاكياس المستعمله بتاعتك، وبعد كده لما تحتاجي شنطه ولا حاجه بتاخديها منها. تمام؟ بس بقى في الاول برضه ما كنتش فاهمها يعني. 100 باوند. 100 باوند. انا بقول 100 باوند مش دولار. لا باوند. دي اللي هي الموب، طبعا كلنا عارفينها. تمام؟ ده الجردل بتاعها هنا كده بتعصريها. دي كده العصاره. تمام؟ هنا بتنضفي لو في اي شوائب في بتاع الموب هنا كده بتنضفها. تمام؟ للشعر، للوبره، لاي حاجه، وبعد كده بترجع في الجزء الثاني تنظف تشطفها. طبعا معروفه، دي معروفه جدا. دي سعرها 225. تمام؟ بتتحرك زي ما انت عايزه بقى في كل الاتجاهات. يا ابو عيسى. تمام؟ ماشي. ده بيجي منه الوان كتيره يعني على فكره، مش نوع واحد. تمام. يجي هنا كده المنتج ده نوريه لكم لسه جاي طازه. ده بقى طقم 3 قطع يا جماعه. ماشي؟ اول حاجه الزعافه بتاعت الحيطان دي اهي. انا عايزكم تشوفوا هنا كده الكثافه بتاعتها قد ايه. اهي شعرها اصفر وجميل زي شعري بالظبط. تمام؟ ولا شعر حسين فهمي. تمام؟ الطول بتاعها عالي، تقدري تعملي بيه بحيطه. طيب هنا دي ريشه للحاجات العاديه برضه شعرها اصفر. بصوا الكثافه قد ايه. دي بقى الموبيليا مش عارف ايه، اي حاجه قريبه منك تقدري تنضفيها بيها. بتاعت الستات الرقيقات. تمام؟ ومفيده جدا بقى ايه لو وقع تحت ايدك مثلا ايه حد متعصب بتاع، كل اللي عليك تعمله كده سيكو هاما سيكو هاما، هتلاقيه هدي وقعد في الارض. ولا كده حاجه جميله جدا. الطقم بقى كله بكام بقى؟ ب 125 جنيه. كثافه عاليه، حاجه محترمه تمشي للبيت للعربيه لاي حاجه. تمام؟ ب 125 جنيه. طيب نيجي هنا بقى للمنتج الجديد ده. وري لهم الصوره هنا كده على البتاع، قربي منها. ده بيتعلق في الضرفه بتاعت المطبخ يا جماعه زي كده اهو، الابيض اللي هناك جنب الزرع. ايوه قربي لهم كمان. تمام؟ ده بقى يا جماعه تقدروا تحطوا فيه فرش، تقدروا تحطوا فيه ريق، تقدروا اي حاجه في المطبخ. تعالي كده بصوا كده اهو. هنا الصوره بتاعته وهو ايه؟ وهو شغال هنا. تقدر تحط فيه اللي انت عايزاه كله في الضرفه بتاعت المطبخ، بدل الباسكت بتاع زمان والكلام ده كله. لا ده حاجه متقسمه، ممكن تحط ورده كمان لو انت عايز تزين المطبخ. تمام؟ السعر كام؟ 100 جنيه بس. نيجي ايه تاني عندنا هنا؟
الجديد يا عم احمد، انت بتاع الجديد كله. المساحه بتاعت الازاز والالومنتال تمام. دي بتبليها ميه كده وتغسلي الازاز او ميه بصابون بقى زي ما انت عايزه بديك. ماشي. طيب غسلت الازاز، عايزه تنشفي الازاز بقى، عندك المساحه دي بقى كده وتسحبه. فاهمين طبعا؟ انت عارف في ناس كتيره بيبقى في ناس كتيره بيطلعوا على كراسي عشان يقدروا يمسحوا الالومنتال من بره. فطبعا اللي عايز يغير كتف قانوني وراحت بقى هو يغير هو الكلام ده كله. لا، دي عشان نحافظ على الستات تفضل على الارض وتعمل اللي هي عايزاه. مهما يضرب كتف هو اللي هيرجع لورا. ب 75 جنيه. يلا معاك يا عم. ده هنا كده يا جماعه الوهله الاولى بتاع تلج. ماشي يا عم احمد، هتنزل على اليوتيوب ولا لا؟ انا عشان شبه حسين فهمي، انت شبه مين؟ انا عشان شبه حسين فهمي، انت شبه مين؟ بقول لك انا شبه حسين. ده هنا بتعملي بيه تلج، بس التلج اللي بيطلع منها بتعملي بيه ايه؟ طبعا غير ان انت هتسقعي بيه ميه والكلام ده كله. شايفين المربعات عامله ازاي؟ صغيره. يعني التلج ده تقدري تطلعي بالواحده كده تحطيهم في ازازه وتطلعي رحله، تطلعي حاجه بتاع مشوار، بدل ما ايه؟ ب 45 جنيه بس، مش واحده، اثنين. تمام؟ بلاستيك بيور، خامه عاليه وسعر في الارض. دي احنا صورناها امبارح. شايفه دي ايه؟ دي فرشه صاحيه اهي، بص بتلعب. ماشي؟ دي فرشه عامله زي السيركل. تغسلي بقى كوتشيات، تغسلي بقى السجاد، تغسلي بقى الانتريه، تغسلي بقى كل اللي انت عايزاه، حتى لو وقع تحت ايدك حد اقرع هنا على الارض. ماشي؟ اي حاجه عايزه تحافظي عليها سواء هدوم، انتريه، سجاده، بطانيه، اي حاجه هي دي. بكام بقى؟ ب 15 جنيه بس. وصاحي. اعملوا شويه لايكات حلوين لان الناس دي بتتعب. يوميات منال وتوته. ماشي؟ والمخرج لافا باشا. ماشي؟ فاللايكات مش هتكلفكم حاجه. لو شيرتوا مثلا عشان حد يعرف الفيديوهات بتاعتنا والعناوين بتاعتنا هتفيد ناس كتيره. وهي لمسه. مش متخيلين الحر اللي احنا فيه. ماشي؟ يعني اتنين ما شاء الله بيصوروا ومعاك واحد شبه حسين فهمي عمال واجع قلبه من الصبح. فلايك. صح؟ تسلم. وان شاء الله خير. ان شاء الله يوصلكم كل جديد حاجات جديده باذن الله. ان شاء الله. يلا سلام.